بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. كلامنا النهاردة بخصوص ارتفاع نسب حالات الطلاق في المجتمع، واللي زاد عليها الكلام خلال الفترة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات من بعد ما رئيس الجمهورية اتكلم في الموضوع ده في خطبة من خطبه، ومن ساعتها وكل البرامج بتتكلم في الموضوع ده. التقرير اللي صدر خلال الفترة اللي فاتت اللي بيقول إن 40% من حالات الزواج اللي بتتم في المجتمع ما بتكملش 5 سنين، يعني بتنتهي بالطلاق في أول 5 سنين. ده التقرير اللي أزعج رئيس الجمهورية وخلاه يتكلم في الموضوع ده في خطبة من خطبه، ويوجه الكلام لشيخ الأزهر إن هو يشوف حل للموضوع ده. طبعا لو رئيس الجمهورية يتكلم في الموضوع ده ما كانش حد هيتكلم، وده على أساس إن في تقرير صدر بنفس النسبة دي من كام سنة فاتوا، بس ما بيقولش إن الحالات دي بتنتهي بالطلاق في خلال ال5 سنين الأولانيين. لا، ده التقرير اللي هو القديم قال إن 40% من حالات الزواج اللي بتتم في مصر بتنتهي بالطلاق في أول سنة، يعني ما بتكملش سنة. يعني لو في 100,000 حالة زواج بتتم في مصر، 40,000 حالة منهم بتنتهي بالطلاق بعد كام شهر. وساعتها ما حدش اتكلم، هي الناس ما اتكلمتش إلا لما رئيس الجمهورية اتكلم. دلوقتي عاوزين نشوف حلول، بس حلول واقعية. يعني مثلا الصبح أنا شفت في برنامج من البرامج إن دار الإفتاء أطلقت مبادرة أو برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج، والبرنامج ده تقريبا بياخد يوم، يعني هيقعدوا يوم يسمعوا كام نصايح او كام حكم ومواعظ معذره يعني، وخلاص على كده. لكن الموضوع اعمق من كده بكتير واصعب من كده بكتير. ايه السبب في ان حالات الطلاق الكبيره ديت او النسبه الكبيره دي مسجله؟ طبعا في اسباب كتيره. السبب الاولاني ان احنا اصلا مجتمع ما بقاش طايق بعض، ودي حاجه معروفه يعني، وده اللي قاله معتز الدمرداش في حلقه برضه خصصها للموضوع ده، او خصص منها فقره كبيره للموضوع ده من كام يوم، ان احنا مجتمع اصلا مش طايق بعضه، فمش الرجاله والستات بس. ده سبب من ضمن الاسباب. من ضمن الاسباب ان الاجيال الجديده للاسف مش فاهمين بعضه، يعني ايه جواز ومسؤوليه وعشره وعلاقه مؤبده. من ضمن الأسباب إن الأهل ما بقوش بيقوموا بالدور اللي كانوا بيقوموا بيه قديما. يعني مثلا أنا لفت نظري في واحد أنا جبت سيرته أنا شخصيا اللي بيتحدث أمامكم، جبت سيرة واحد على الفيسبوك من فترة، فما كان من جوز بنته إنه هو اللي كلمني في التليفون وقال لي ده حماية، واتكلم عنه كما لو كان ان هو بالنسبه له قيمه وقيمه كبيره كمان. فالوضع ده الظاهر هو بدا يتآكل في المجتمع، ان الحما قيمه بالنسبه للزوج او للزوجه، بيمثل قيمه وبيمثل مرجعيه ان احنا نتكلم معاه. ما بقاش الكلام ده موجود كتير، فالاهل ما بقاش ليهم الدور اللي كانوا بيقوموا بيه قديما. ده بالعكس، الاهل دلوقتي بقوا بيخربوا مش بيعمروا. أسباب كتيرة جدا، من ضمن الأسباب المادية، ولو إن ده مش سبب قوي. يعني الأسباب المادية لو الناس عرفت تظبط أمورها شوية، ممكن الأرقام بتاعت الطلاق اللي بتتم بسبب السبب المادي تقل شوية عن كده. أسباب كتيرة جدا جدا جدا، صعب إن احنا نعالجها كلها، لأن احنا دلوقتي عاوزين حل عاجل. صعب إن احنا نعالج ده كله بشكل عاجل. طب هنعمل ايه؟ مفيش غير الحل الفقهي والتشريعي. يعني التشريعات تصدر بناء على اجتهادات فقهيه ما. الاجتهادات الفقهيه دي بدأها الشيخ خالد الجندي من اكثر من سنه فاتت. الشيخ خالد الجندي اتكلم وقال يجب الاشهاد على الطلاق. ما ينفعش الطلاق يتحسب كده طلقه 2 3 بمجرد ان الواحد يقول لمراته ان انت طالق، او ان هو يحلف عليها بالطلاق، او ان هو يعلق لها طلاق. اي صيغه او اي طريقه من طرق الطلاق. قال لا، الكلام ده كده مفيش معنى. لابد من الاشهاد على الطلاق، ولابد من توثيق الطلاق يكون بوثيقه. اللي قال كده مين؟ الشيخ خالد الجندي. قالت عليه الدنيا.
على اساس ان هو كده بيتكلم كلام يعني بيمس حاجه المفروض ما يخشش فيها بالجرأه دي. ده طلاق وجواز. وطبعا الاصل في الابضاع الحرمه. ما دام واحد قال لمراته انت طالق خلاص انتهى، دي كده طلاق. قال لها تاني يبقى كده طلقتين، قال لها ثالث خلاص بانت منه ما بقتش تحله وخلاص. لكن انا اتعودت ان الشيخ خالد الجندي لما بيتكلم في حاجه اكيد بيستند على حاجه معينه. الشيخ خالد الجندي ما بيتكلمش كده. طيب الشيخ خالد الجندي هل هو قال دليل؟ للاسف ما قالش دليل ساعتها. طب ايه دليلك يا شافعي؟ ما قالش، لكن انا لقيت ادله، والادله دي لقيتها فين؟ لقيتها في كتاب فقه السنه. كتاب فقه السنه طبعا مشهور معروف، مؤلفه الشيخ سيد سابق، اتربت عليها اجيال، وطبعا يعني ساهم في التثقيف الفقهي لاجيال كثيره جدا جدا، منهم والدي الله يرحمه قرأ كثير جدا في كتاب فقه السنه. اللي لافت للنظر في الموضوع ده ان من ضمن الناس اللي عارضوا الشيخ خالد الجندي بقوه وبشراسه كمان السلفيين. تمام؟ والسلفيين طبعا ليهم احترام كبير جدا جدا، لكن اللي لافت النظر ان هم والشيخ خالد الجندي بيرتقوا على حب الامام ابن تيميه. يعني ده بيحب الامام ابن تيميه جدا 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 وبيتكلم عنه كلام تقيل جدا، ودول بينتسبوا للامام ابن تيميه يقولوا احنا اساسنا للامام ابن تيميه. طب هو اصلا اساس القصص دي يعني حته الاجتهادات لحد من نسب الطلاق في المجتمع اساسها الامام ابن تيميه. الامام ابن تيميه في زمنه لما لاحظ برضه ان فيه نسب طلاق كتير بدا يجتهد للحد من نسب الطلاق في المجتمع في زمنه، واستند على ادله معينه. الادله دي طبعا منسوبه لاقوال الامام علي طبعا بصفته واحد من الخلفاء الراشدين المهديين، ولناس جم من بعده من آل البيت زي الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق. هو بيستند على حاجات زي كده، وبيستند برضه على فقهه الخاص، لان معروف ان الامام ابن تيميه برغم ان هو حنبلي المذهب لكنه كان مجتهد مطلق، يعني هو بيجتهد في النصوص في الكتاب والسنه بشكل مستقل. الامام ابن تيميه اجتهاداته دي هي اساس قوانين الاحوال الشخصيه في كل الدول الاسلاميه دلوقتي. يعني هو اول واحد مثلا اجتهد في مساله ايقاع الطلاق ثلاثه. كان قبل الامام ابن تيميه اي حد يقول لمراته انت طالق بالثلاثه دي كده اتطلقت 3 مرات، يعني خلاص بانت منه وما بقتش تحله تاني. لكن لما جه الامام ابن تيميه قال لا دي تتحسب طلقه واحده. كلام الامام ابن تيميه ده هو اللي ماشي دلوقتي. قال حاجات كتير طبعا واجتهادات كتير مش هينفع نستعرضها كتير، بس لنا ان نتخيل لولا الامام ابن تيميه كان في بيوت كتيره جدا جدا اتخربت سواء في الزمن ده او في ال8 قرون اللي فاتوا من ساعه ما مات الامام ابن تيميه. دلوقتي الشيخ خالد الجندي الظاهر ان هو بيعيد سيره الامام ابن تيميه. فهنشوف الادله بتاعته اللي هو لم يسوقها، يعني هو ما اتكلمش فيها، ما قالش ادليس كذا، لكن انا لقيت الادله دي لقيتها عند الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنه. وطبعا اتمنى لو الموضوع ده اتعرض على اخواتنا السلفيين، يعني طبعا ما ينفعش يتاخد قرار فقهي ما، مش قرار سياسي، انا بتكلم على قرار فقهي. تمام؟ ان الناس تتفق، ما ينفعش الناس تتفق على حاجه فقهيه ما من غير ما السلفيين يقرروها. ده اللي انا شايفه. ليه؟ على اساس ان هم منهم علماء وهم عندهم علم، فما دام هم بيعارضوا في شيء ما لابد ان هم ينظر لقولهم، يعني لازم يتشاف السلفيين دول بيقولوا ايه، ولازم يتشاف هم بيعارضوا ليه، ولازم رايهم يتحط موضع اعتبار. وافقوا اهلا وسهلا، ما وافقوش ما ينفعش يصدر قرار فقهي ما من غير ما هم يوافقوا ومن غير ما احنا كلنا نتفق. يعني سواء سلفيين إن كان أزهريين إن كان أي حد ليه إن هو يتكلم في حاجة زي كده بناء على ما لديه من علم لابد إن هو يستطلع رأيه ولابد إن هو يؤخذ بكلامه. تمام؟ وده أساس الاجتهاد الفقهي اللي المفروض أو المرتجع إن هو يصدر، وبناء عليه تصدر تشريعات تستهدف الحد من نسب الطلاق في المجتمع، وده إن شاء الله بإذن الله قابل للتطبيق. هناخد فاصل على اساس ان احنا نبدا نجهز النصوص اللي احنا المفروض نتكلم فيها، سواء الادله اللي استند عليها الشيخ خالد الجندي
واللي بيعارضوا فيها اخواتنا السلفيين، برغم ان انا بقول ده شيء غريب، يعني المفروض هما الاثنين بيتقوا في الموضوع ده بالذات من الامام ابن تيميه، فالمفروض ان ما يحصلش تعارض. لكن هنستعرض الكلام ده ونشوف في ايه الادله اللي بتقدح في الادله دي، ما كل دليل ليه دليل تاني بيعكر عليه على حسب اللفظ اللي بيستخدمه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وفيه محاولة تانية كان يستخدمها الدكتور يوسف قرضاوي من سنين طويلة، برضه هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل. هناخد فاصل ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم مرة تانية. الشيخ سيد سابق في الكتاب بتاعه وضع عنوان من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة. تمام؟ نشوف الشيخ سيد سابق قال إيه في الموضوع ده. طبعا بنبه من الأول، يعني لو كان مثلا إخواتنا السلفيين شايفين إن الكتاب ده مش بتاعهم، تمام؟ وإن هو مش مرجع يرجع ليه بالنسبة لهم، على أساس قول قديم كده كان بيتقال إن الشيخ سيد سابق مش تبعنا، يعني الكلمة دي اتقالت بس من زمان قوي يعني وإحنا صغيرين. أحب أنبه إن الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وهو طبعا قطب من أقطاب السلفية هنا في مصر، من أهم الكتب اللي تتلمذ عليها وتعلم منها كتاب فقه السنة، وهو لا ينفي ذلك، بالعكس ده هو بيقول كده. عفوا، فكتاب فقه السنة ده بتاع الكل. نشوف بقى الشيخ سيد سابق قال ايه بالظبط. بيقول تحت عنوان من ذهب الى وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينه. وممن ذهب الى وجوب الاشهاد واشتراطه لصحته من الصحابه امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعمران بن حسين رضي الله عنهما، ومن التابعين الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم، وكذلك عطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهم الله. ففي جواهر الكلام عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عن طلاق: أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال لا. قال اذهب فليس طلاقك بطلاق. إذن كلام واضح وصريح. سيدنا علي بن أبي طالب كان بيعتبر إن الطلاق اللي مش عليه 2 شهود كأنه لم يكن. دي أول نقطة، تمام؟ وأنا سبق واتعودت الشيخ خالد الجندي دايما بيرتكن على حاجة معينة، ما بيقولش كده، لازم في حاجة بيستند عليها، تمام؟ النص الثاني: وروى أبو داود في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. تمام؟ إذن هو برضه بيعتبر إن عمران بن حسين إن هو بيعتبر إن الطلاق تمام ورجع من غير الإشهاد كأن لم تكن، وإن كان النص ده ممكن يفهم في المعنى الثاني إن هو كده حسب الطلقة ورجع عادي، تمام؟ لكن هو شايف إن الراجل ده قام بمعصية، تمام؟ الكلام ده برضه هنستعرضه يعني باستيضاح أكتر لما نتكلم في الأدلة اللي بتقدح في الأدلة دي. وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع إلى اللغة والعادة كما بسط في موضعه. وأخرج الحافظ السيوطي في الدر المنصور في تفسير آية: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وعن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حسين عن رجل طلق ولم يشهد ورجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق لبدعة وراجع لغير سنة،
فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. فإن قال ذلك من عمران رضي الله عنه والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعبده إياه معصية ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضي الله عنه كما هو ظاهر. ده كلام الشيخ سيد سابق. وفي كتاب الوسائل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه رضوان الله قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة إذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقضي 3 قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق. ده مين؟ الإمام أبي جعفر الصادق. يعني المذهب الجعفري بالكامل بيقول إن ما ينفعش أي طلاق إذا لم يكن في طهر جماعها فيه. هو ده الطلاق السني اللي بيقال عليه. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: من طلق بغير شهود فليس بشيء. قال سيد المرتضى في كتاب الانتصار: حجة الإمامية في قول بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر تعالى بالإشهاد، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب، وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل. يعني هو كده بيقول ايه؟ بيقول ان الامر هنا الوجوب. اللي يقول ان الامر ده مش الوجوب هو كده ما عندوش دليل. الكلام ده برضه هيترد عليه، لسه هنشوف الكلام ده. واخرج السيوطي في الدور المنصور عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود، كل حاجة بالشهود. تمام؟ وروى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل، كما قال الله عز وجل: إلا من عذر. طبعا هو شايف إلا من عذر. فقوله لا يجوز صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده رضي الله عنه لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فيه من البينة اللي هو إيه؟ النكاح فيه، يعني اشترط فيه بينة ما، فلابد برضه إيه؟ الطلاق هو كمان يكون فيه نفس البينة. إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، ده كلام الشيخ سيد سابق، تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الإجماع المذهبي للإجماع الأصولي الذي حده كما في المستصفى ده اللي هو إيه؟ عمله الإمام أبو حامد الغزالي، واحد من أهم 3 مؤلفات في علم أصول الفقه اللي ما يعرفش. اتفاق. إيه هو الإجماع؟ اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية. تمام؟ فالشيخ سيد سابق بيقول إن وجوب الإشهاد هو مذهب الناس دي برضه، يعني هو منصف هنا، بيقول مذهب الناس دي فقط، إجماعهم هم فقط، وليس إجماع الأمة بالكامل، لأن طبعا جمهور العلماء لا يروا الإجماع. لكن الشيخ خالد الجندي في زماننا ده بيقول طب ليه ما ناخدش برأيهم؟ إيه اللي يمنع يعني؟ زي ما الإمام ابن تيمية من 800 سنة فاتوا أخذ برأيهم هو كمان. هنكمل الكلام ده. بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين. وتبين ما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام، كما نقله السيد مرتضى في كتاب الانتصار، أو السيد المرتضى في كتاب الانتصار، بل هو مذهب عطاء وابن سيرين وابن جريج كما أسلفنا. كده انتهى كلام الشيخ سيد سابق. الكلام ده برضه يترد عليه، يعني كلام قوي مفيش كلام، ويصلح للاستناد عليه، ممكن يتاخد كدليل. تمام؟ وممكن بناء عليه لو الفقهاء او العلماء اتفقوا على الكلام ده ان هم هياخدوا بيه ولو لزمن ما، تمام، حيث يصلح بناء عليه تشريع لا يؤخذ ولا يعتد باي طلاق ما لم يكن بشاهدين او يكون موثق، غير كده لا. لكن الكلام ده يترد عليه ازاي؟ اول حاجه كلام سيدنا عمران بن حسين لما قال طلقت لغير السنه ورجعت لغير السنه،
أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، هو كده مش دليل قوي في إن هو ما بيعتبرش الطلاق من غير إشهاد كأن لم يكن. بالعكس، هو ظهر هنا إن هو برضه بيعتبر الطلاق من غير إشهاد معتبر، وإن هو تم احتسابه طلقة، لكن شايف إن عدم الإشهاد دي معصية، لكنها لا تمنع من حدوث الطلاق، إن ده طلاق. وده مذهب كل الناس اللي بياخدوا بالطلاق البدعي، تمام؟ منهم طبعا غير الإمام ابن تيمية وتلامذته، وغير آل البيت اللي احنا ذكرنا أساميهم، شايفين إن الطلاق البدعي، تمام، اللي هو لم يكن في طهر جماعة فيه، شايفين إن هو يحتسب عادي لكنه معصية. هو زيهم كده. حتة بقى الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإمام القرطبي التفسيره قال كلام جديد شوية. قال أولا الأمر بالإشهاد وأشهدوا ذوي عدل منكم، الأمر هنا مش على الطلاق وإنما على الرجعة. ده كلام مين؟ كلام الإمام القرطبي في تفسيره، بيقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. الأمر هنا مش الإشهاد على الطلاق، ده كلامه، ولا ده الإشهاد على الرجعة، بدليل إن الآية قبلها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. تمام كده؟ وسرد الآية كلها ما اتكلمتش في شهادة، هي اتكلمت فيما بعد كده على الرجعة. فالإمام القرطبي شايف إن الإشهاد مش على الطلاق، لا يشترط إن هو يكون على الطلاق عادي، مجرد الواحد يقول إن هو يقول لمراته أنت طلق بطلق حتى لو ما فيش شهود. ده كلام الإمام القرطبي، هو شايف إن الإشهاد يكون على الرجعة فقط. والإمام القرطبي برضه بيقول كلام جديد، بيقول إيه؟ بيقول الإمام أبو حنيفة ليه مذهب في إيه؟ أو مش ليه مذهب، يعني ليه رأي، تمام، ورأي معتبر ورأي حلو في مسألة الإشهاد. بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، تمام؟ طب ليه الناس بتعتبر ان الامر هنا الوجوب مع ان نفس الالفاظ دي اتقالت واشهدوا برضه، يعني الاشهاد هنا الامر بالاشهاد ورد في البيع في البيوع، ومع ذلك الاشهاد في البيوع ليس بواجب، تمام؟ مش فاكر النص قال اشهدوا ذوي عدل منكم ولا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، تمام كده؟ الاشهاد هنا معروف ان هو مندوب، يعني ليس فرضا. فالإمام أبو حنيفة قال دي زي دي بالظبط. فلما معروف إن الإشهاد في البيوع، تمام، وفي الديون ليس فرضا وليس واجبا، برضه الإشهاد في الطلاق ليس واجبا وليس فرضا. ده رأي مين؟ ده رأي الإمام أبو حنيفة. إذا موضوع الإشهاد في الطلاق في رأيين. الرأي اللي يتذهب في زماننا ده الشيخ خالد الجندي شايف إن لازم يكون في إشهاد ولازم يكون في توثيق. والإشهاد والتوثيق انطلاقا من أقوال الأئمة الأعيان اللي سبقونا، منهم سيدنا علي بن أبي طالب، ومنهم سيدنا عمران بن حسين، وفيهم ناس تابعين زي سيدنا عطاء وزي سيدنا محمد بن سيرين أو الإمام محمد بن سيرين، هم مش متابعين، وزي رأي الإمام ابن تيمية هو شايف كده. لكن الأدلة نفسها يعقر عليها، يعني الأدلة نفسها في برضه مردود عليها نوعا ما، تمام؟ الدكتور يوسف القرضاوي ليه رأي هو كمان، بس الرأي ده قديم شوية. يعني في الفتاوى المعاصرة بتاعت الدكتور يوسف القرضاوي في واحد سأله، قال له إن سين من الناس، تمام، طلق مراته 3 طلقات، وبعد ما حصلت الطلقة الثالثة برغم إن بينهم عيال تقريبا 4 عيال عاوزين يرجعوا لبعض تاني علشان عيالهم على الأقل. فالزوجة قالت إن هي كلمت واحد هتروح تقعد معاه في أسبوع، قال هيعقد عليها كزواج لمدة أسبوع علشان تعرف ترجع لجوزها وعيالها تاني. الدكتور يوسف القرضاوي بصراحة يعني قال طب ليه هي تتبهدل بالطريقة دي؟ الفقه الإسلامي فيه مخارج كثيرة من الموضوع ده، والمخارج اللي قالها الدكتور يوسف القرضاوي للزوجة دي وللزوج ده بحيث إن هم لا يقعوا في منزلق التحليل، هي برضه نفس المخارج دي تصلح كمخارج لتضييق حياة الطلاق في المجتمع. هنبدأ نستعرضها برضه، هناخد فاصل ونبدأ نستعرضها ونشوف الدكتور يوسف القرضاوي قال ايه، وبعد كده نجمع ده مع ده
كلام الشيخ خالد الجندي أو هو السند بيه أو السند عليه من كلام أئمة أهل البيت مع اجتهادات الدكتور يوسف القرضاوي، ونشوف ممكن نخرج منها بإيه كاجتهاد فقهي يصلح لأن يبنى عليه تشريع ما. التشريع ده يصدر ويساهم في التقليل من حياة الطلاق في المجتمع. هناخد فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مرة ثالثة. الفتوى بتاعت الدكتور يوسف القرضاوي دي من زمان، يعني أنا اشتريت فتاوى الدكتور يوسف القرضاوي سنة 98 وفاكر التاريخ ده كويس، تمام. اشتريتها من بنها وكنت جبتها عن طريق واحد يعني من سنة 98، والفتوى دي موجودة فيها، فأكيد الفتوى دي من زمان، خاصة ان الدكتور يوسف القرضاوي الفتاوى بتاعته فيها فتوى من سنة 65 تقريبا، الفتوى بتاعت الصعود إلى القمر، أو من قبل 65، لأن الصعود إلى القمر تقريبا تم سنة 69 حاجة زي كده. المهم في فتاوى قديمة، الفتوى دي من زمان. برضه الدكتور يوسف القرضاوي لأنه بيجتمع مع من سبق ذكرهم على حب الإمام ابن تيمية، يعني الناس اللي بيحبوا الإمام ابن تيمية هتلاقيهم كلهم بيقولوا بنفس الآراء اللي بتضيق من حياة الطلاق في المجتمع، يعني هو أستاذ الموضوع. فالدكتور يوسف القرضاوي في واحد سأله عن إن في مشكلة، يعني استدعت إن هو ممكن يستخدم محلل، فهو قال له الفقه الإسلامي ليك في مخارج. هنشوف المخارج اللي قالها الدكتور يوسف القرضاوي. السؤال: سيدة متزوجة وعندها 4 أولاد تحب زوجها، ولكنه لأمر ما اختلف معها فوقع الطلاق الثالث والأخير، وأراد الزوجان المطلقان أن يعودا إلى الحياة الزوجية معا، فذهبت السيدة إلى الأستاذ س يعقد عليها زواج محلل لمدة أسبوع ليتسنى لها أن تعود لزوجها وأولادها بزواج جديد، ويتساءل سيادته: ما قيمة هذا الزواج وهل هو مقبول شرعا؟ تمام؟ جواب الدكتور يوسف القرضاوي بيقول إيه؟ إن الإسلام الحنيف ربط عقدة الزواج على أوثق الأواصر، وأقام الحياة الزوجية على أثبت دعائم الاستقرار وأوفر أسباب الكرامة، وجعل للدخول فيه مقدمات وأركانا وشروطا توحي بما له عند الله تعالى من أصالة وشأن خطير، وجعل للخروج منه كذلك مقدمات ومراحل وشروطا أحاطها بما يجنب حياة الزوجين عوارض الحمق والغضب ونزوات من لا يقدرون مسؤوليات الحياة، كما لو كان بيتكلم عن اليومين اللي احنا عايشينهم دول. ولهذا قال عليه السلام: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، ويقول عليه السلام: لا تطلقوا النساء إلا من ريبة. وريبة هنا معناها سوء الخلق الذي بلغ من الشذوذ حتى لا علاج له ولا طاقة بالصبر عليه. يعني الطلاق ده مش لبانة كل واحد انت طارق، لا، الطلاق يعني ده حق الشريعة أعطته للرجل على أساس ان هو يستخدمه في محله، ولا نطيل بما ورد من التنفير من الطلاق والترغيب في أن يمسك الزوج زوجته ولو على كره، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونمضي لنذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ منه المحققون أن طلاق الغضبان لا يقع، وهو قوله عليه السلام: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الحديث في البخاري بالمناسبة. والإغلاق كل حالة تستغلق فيها على المرء مقاصده فيأتي من الأعمال ما لا يقصده. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال: إنما الطلاق عن وطر، والوطر كل مأرب تتعلق به همة المرء فيسعى إليه ويحتاج لتحقيقه بكل ما وسعته الحيلة. وفي ضوء هذه المعاني النبوية الجليلة تتبين أنه لا قيمة لأي طلاق يوقعه صاحبه عند بادرة غضب أو عابرة خلاف، ما دامت همته لم تتعلق به من قبل ولم تكن له فيه نية مبيتة، ووطر يرتب له الأمور في أناه وتوضع المقدمات في إدراكه. ونقول لسيد سين في هذا المقام إنه إذا كان ما وقع بين الزوجين هو غضب أدى إلى الطلاق فالطلاق لم يقع. ده كلام الدكتور يوسف القرضاوي. والزوجة حل لزوجها ولا معنى للتفكير في وسائل المحرمة احتيالا لاستئناف الحياة الزوجية،
لأن الحياة الزوجية لم تنقطع ولم تتوقف حتى تحتاج إلى استئناف، وكذلك كل طلاق وقع بين الزوجين من قبل من هذا القبيل. فإذا كانت المرتان السابقتان على هذه المرة من هذا القبيل فلا اعتداد بهما ولا طلاق بين الزوجين. أما إذا كان ما وقع بين الزوجين هو من قبيل إن كلمت فلانا، أو إن دخلت بيت فلانة، أو إن خرجت من المنزل، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم كلمته أو دخلت بيتها أو خرجت من المنزل أو فعلت ما نهاها عنه، فإن الطلاق لم يقع. وإذا حلف بالطلاق فيمينه غير منعقدة إذا يقع بها طلاق ما. يعني حتة علي الطلاق كذا 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 كذا، يعني معظم الأئمة أو تقريبا كل الأئمة من بعد عصر الإمام ابن تيمية حتى يومنا هذا بيقولوا كلمة علي الطلاق ده مجرد حلفان عادي، لا يترتب عليه الطلاق، أنه لا يقع. ومع ذلك نسأل الزوج أو الزوجين هل وقع الطلاق وهي حائض؟ أهو بدأ يتكلم في الطلاق السني والطلاق البدعي. أو هل وقع في طهر جمعها فيه؟ فإذا كان الزوج أوقع طلاقه وهي حائض فهو طلاق بدعة، وإذا كان وقع في طهر جمعها فيه فهو كذلك طلاق بدعة. وطلاق البدعة لم يشرعه الإسلام، وكثير من الأئمة لا يوقعونه ولا يعتدون به. تمام؟ ونوصي الزوجين أن ينظرا في طلاقهما المزعوم هذه المرة والمرتين السابقتين هل وقع عن وتر في كل مرة، أي من رغبة ودراسة ومحاولات للإصلاح انتهت بالفشل ووجوب الفراق، وهل وقع الطلاق بعد تقرير ودراسة طلاق بدعة أو طلاق سنة. لننظر إلى طلاقها على ضوء ذلك كله. فإن كان الطلاق سنة وعن وتر وفي كل مرة فالزوجة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. أما المحلل المنشود فهو حرام وهو زنا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، والرجل الذي يقبل أن يمثل دور الزوج الوهمي في مهزلة المحلل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، فلا يحل للسيد سين ولا لغيره أن يقدم على ذلك الاسم الحقيقي. أما إذا كان ما يزعمانه من طلاق قد وقع بعضه بدعيا وبعضه سنيا، فإن السني وحده هو الذي وقع ولا اعتبار لسواه. ومع ذلك كله فإن في السؤال غموضا كثيفا يجعلنا في حيرة من الفتوى إلا ما هو مختص منها بحرمة المحلل. فإن الله تعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل حتى تنكح رجلا غيره. كلام واضح، قال زوجا غيره ما قالش رجلا غيره، يعني هو فعلا موضوع المحلل ده ممنوع، وده برضه هيترد عليه. فسماه زوجا تسمية صريحة. والرجل لا يكون زوجا إلا إذا كان له نية الزواج الشرعي المنعقدة على الاستمرار وتحقيق ما امتن به سبحانه بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن ذلك تفكير في المهر واجتهاده في إعداد بيت الزوجية إلى آخر ما هو معلوم عن كل زواج حقيقي تعلق به القصد والهمة. ومما لا شك فيه أن السيد سين لا يفكر لعملية المحلل المطلوبة في أي شيء مما ذكر، لأنه لا يفكر إلا أن ذلك وسيلة لتحليل المرأة لزوجها الأول، وقد تبين ما فيه من مجافاة لأحكام الحياة في دين الله. تمام؟ ده كلام الدكتور يوسف القرضاوي. برضه الكلام ده برغم إن هو فتح يعني فتوحات كتيرة جدا في موضوع الطلاق، ووضح إن كتير جدا من الطلاق اللي بيقع هو في الحقيقة لم يقع، لولا إن الناس بجهلها هي اللي بتقاوم تفتكر إن هو طلاق وقع. لكن في أكثر من ملحوظ على كلام الدكتور يوسف القرضاوي. برضه احنا كلمته بس اتعلمنا منه إن احنا نبحث وما ناخدش الكلام على عواهنه. أولا بالنسبة لحتة الطلاق في الغضب، معروف كده ان مفيش حد بيطلق مراته في اي حاله من الاحوال وهو مبتسم وبيديها ورده، يعني اي طلاق ايا كان لابد بيكون فيه غضب، دي حاجه معروفه. في حته ان احنا نتكلم على الاطلاق
وبالتعميم ان اي طلاق وقع في غضب هو لم يقع، الكلام ده فيه نظر. مش اي طلاق في حاله غضب، لا، اللي بيطلق وهو مش قادر يسيطر على كلامه او مش حاسس هو بيقول ايه. انما لو هو حاسس بيقول ايه وقادر يسيطر على الكلام، اذا الطلاق بتاعه وقع. او ان الشخص ده معروف ان هو ما بيقدرش يسيطر على كلامه، معروف ان هو خلقه ضيق مثلا، فده طلاق لم يقع. انما غير كده الموضوع فيه نظر، يعني مش كل طلاق وقع في حاله الغضب ده كده لا يعتبر، لا، في طلاق يعتبر، لان زي ما قلت او زي ما قال الناس قبل من العلماء يعني، وانا مش منهم طبعا، في علماء قبل قالوا ان اي حد بيطلق لابد يكون في حاله غضب، مفيش حد بيطلق وهو مبتسم وفرحان يعني بان هو بيطلق. النقطه الثانيه فيما يتعلق بالتحليل، الامام القرطبي في تفسيره عمل فيه بحث جميل جدا جدا في تفسير القرطبي، اتكلم فيه في نقطه، قال ان كل التحليل طبعا ممنوع، لكن لو فيه واحد نوى ان هو يتزوج واحده اتطلقت 3 مرات وفي نيته ان هو يحللها فهو كده ليه اجر. ده كلام مين؟ كلام الامام القرطبي، وده اجتهاد ممكن يؤخذ به وممكن لا يؤخذ به، لان هو اجتهاد، مجرد اجتهاد، بس اجتهاد الامام القرطبي في حاجه زي كده ان لو واحد اتجوز واحده بنيه ان هو يحللها لجوزها، تمام، نيته هو فقط، لا نيه جوزها ولا نيتها، لا، نيته هو فقط، هو ليه اجر على كده، يعني العمل بتاعه ده عمل محمود. الحاجة الثانية إن برضه في البحث اللي عمله الإمام القرطبي قال مش لازم ال3 أطراف يكون نيتهم ما فيهاش تحليل، يعني لا الزوج نيته تحليل ولا الزوجة نيتها تحليل ولا المحلل نيته تحليل. بيقول لو المحلل فقط هو نيته تحليل عادي، في تعدي عادي، تمام. وقال لو ال3 يشترط فيهم إن ما يكونش في نيتهم التحليل إن ده فيه نوع من التشديد. ده كلام الإمام القرطبي برضه كده. في فتوحات كتير في الموضوع ده، سواء من الكلام اللي كان بيستند عليه الشيخ خالد الجندي، او من كلام الدكتور يوسف القرضاوي، او من كلام الامام القرطبي في تفسيره. الفتوحات دي المفروض دول الفقهاء في المجتمع ان هم حلالين مشاكل، دي حاجه معروفه. الدكتور يوسف القرضاوي لما كان بيتكلم في مقدمه بتاعه فتاوى معاصره، كان بيقول ان المفتي، مش مفتي الجمهوريه، اي حد يفتي ده حلال مشاكل، الناس بتروح له علشان يحل لهم مشاكل. وده واضح في نهج الدكتور يوسف القرضاوي في الإفتاء، وده واضح في نهج علماء آخرين من ضمنهم مثلا الدكتور مبروك عطية. الدكتور مبروك عطية بيتعامل مع الناس مش على اساس ان هم بيسألوه في أسئلة في الدين، لا، ده هم عندهم مشكلة ما وعايزين يحلوها، وان هم شايفين ان الحل بتاعهم في الشريعة الإسلامية، بس هم ما عندهمش العلم بالحل ده فبيسألوه. إذا المفروض أو المفترض في علماء الأمة إن هم يجتمعوا، ينعقد مجمع فقهي، تمام؟ المجمع ده يدعى عليه كل من لديه علم بالمسألة، تمام؟ سواء من علماء الأزهر، من علماء السلفيين، حتى لو من علماء الإخوان، ما فيش مشكلة، تمام؟ أي علماء ليهم رأي في المسألة ويقدروا إن هم يفيدوا بشيء ما في الموضوع ده، يتم دعوتهم للمجمع ده، بحيث ان هم يقعدوا مع بعض ويشوفوا هيخرجوا بايه لتضييق، تمام، توصيات معينه، اجتهاداتنا كذا، قرار المجمع ده كذا، كلنا وقعنا ان احنا بنخاطب الجهه التشريعيه او رئيس الجمهوريه، لان هو ليه حق باصدار قرارات بقوانين، هو يصدر قرار بقانون، تمام، ان هو يتضمن البنود 1 2 3 4 اللي هي بتضيق حياه الطلاق، وليكن مثلا من ضمن الحالات او من ضمن الشروط دي إن مفيش طلاق يتم إلا بعد أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، غير كده لا يعتد بهذا الطلاق. مثلا حلول كثيرة جدا جدا ممكن إن هي تتخذ لو علماء الأمة فعلا نووا ذلك. وطبعا الوحيد اللي يقدر يجمع الناس دي هو شيخ الأزهر، لأن هو قبل كده ياما جمعهم مع بعض وياما قعد معاهم، عفوا، ياما جمعهم قبل كده وياما قعد معاهم، وهو اللي يقدر ينفذ حاجة زي كده. أتمنى من الله إن أنا أكون فتحت بعض المغاليق في المسألة دي، واديت بعض الأمل إن حالات الطلاق الكتير في المجتمع دي يتم السيطرة عليها، خاصة إن فيها حالات كتير هي فقهيا لم تقع، يعني الطلاق نفسه فعلا لم يقع، لولا جهل الناس اللي فاكرين إن كلمة عليا الطلاق يبقى دي طلاق، دي كده مش طلاق.
او لو فعلت كذا تبقى طارئ على طول. ده طلاق معلق في تفاصيل كتيره في ايه، او اراء كتيره في الفقه. اتمنى ان انا اكون افدت المشاهد الكريم، واتمنى ان كلامي ده يكون مفتاح للخير. هذا ما امكن ايراده وتيسر اعداده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.